معاكم ابراهيم توفيق عكاشة في امسك لسانك، ويا رب يعرف يمسك لسانه. هذا الفيديو هزلي وليس له أي علاقة بالواقع، ويرجى اللي يتفرج عليه يبقى فوق 18 سنة. إيه يا جماعة، في إيه اللي بيحصل في السودان ده؟ أنا طالع أتكلم يعني عن موضوع السودان ده عشان السودان ليها تاريخ مع مصر. وقفت في حرب 73، وقفت في حرب النكسة، وقفت في حروب كتير. بس مش عشان ما طولش، مش هخش في تفاصيل. بس بجد يعني اللي بيحصل في السودان ده حرام وبايخ. الدم بقى كتير قوي على الارض، وناس ملهاش اي لازمة بتموت فدا يعني فدا الايه، مش عارفين اصلا. يعني مش عارفين اصلا هي فين القضية ولا فين الحوار. اللي الاخ بتاع الدفاع السريع ده بيعمله، مش عارفين الصراحة. او اينما كانت، يعني هي مجموعة بقت فجأة جيش وبتحارب الحكومة السودانية. وأصل المشكلة ان الحكومة السودانية هي اللي صنعتهم. يعني الحكومة السودانية استعانت ببعض المجموعات، تمام. فجأة بقت المجموعات دي جيوش. كانت المفروض عشان بتهدد التجارة ومش عارف ايه، فعملوا مجموعات هوب 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 بقى جيش فجأة. وبقى بيتكلم، وبقى عنده صداقات دولية وقصص كده غريبة، ولا هو اصلا فاهم اي حاجة. يعني ما يعني انت فاهم ايه؟ هما بس ايه الجماعة بتوع بره اللي لما بيسمعوا حرية، او بيسمعوا ان في خلاف ما بين في خلاف في دولة او يبدأ يقولك بس هو ده الوقت المناسب نتدخل. مش نتدخل عشان يغيروا الورق في المنطقة، ويبدأوا يغيروا الايه باسم الحرية، باسم السلام، باسم مش عارف ايه وحاجة. يعني بقت لا تطاق. ودم على الارض، دم 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 ناس، ولا هم اصلا في دماغهم اي حاجة غير الاكل والشرب، ومستنيين ان هم يقابلوا ربنا بوجه كريم. بس يعني لو اتفرجتوا على المنظر اللي في السودان، حاجة يعني زيها زي غزة بالظبط. موضوع بقى غريب. البلد اتقسمت نصين. النص اللي هو الحكومة السودانية معاها البترول والذهب والحديد وماسكة المداخل الأفريقية، والمجموعة التانية بتاعت اللي مش فاهم أي حاجة ده وساب الأيادي الخفية تلعب وهو مش فاهم أي حاجة. معاه الموارد الطبيعية اللي هو الزراعة والبتاع، ومعاه المواني ومش عارف ايه، وماسك الحتة من ناحية ايه اللي داخلة على ناحية مصر والدول العربية عامة. ده معاه مميزات وده معاه مميزات. الحكومة السودانية وعارفين قضيتها. هو بقى قضيته ايه مش عارف. داخله بقى في نطاق الحريه. طب ما هي لو الحريه، ما هو ده سيناريو. احنا عارفين طبعا. يوم ما يطلعوا يقول لك ان احنا عاوزين استقرار في المنطقه. هم دول يا ابني اللي بيضحكوا عليك والله. انت مش فاهم حاجه اساسا. السودان شعب يعني احنا التجمع والشيخ زايد مفيش اكتر من الناس السودانيين يعني. وجميع الفئات، يعني غني فقير متوسط اجتماعيا، جميل حاجة. يعني هي السودان بقى، يعني هو اصلا انتوا خلاص، يعني مصر والسودان واحد من زمان قوي. فبجد بجد ارحموا الشعب السوداني. الشعب السوداني وقف جنبنا في حروب كتير، واحنا برضو لازم نقف جنبه، وواقفين جنبه نعمل ضربات. يعني انا سامع في الاخبار ضربات جامدة. فانا طالع بس ايه، مش هحذر، يعني مش تحذير او حاجة.
لا انا تابع، انا بفكر وبوعي الايادي الخفية اللي من الخارج، اللي لما بتسمع كلمة حرية او خلاف في اي دولة عربية او في المنطقة بتبدأ تتحرك عشان تقولك بس هي دي الفرصة نغير الكروت ونعيد تنظيم المنطقة من جديد، مش عارف ايه. نحن خير جنود الارض، مصر نحن خير جنود الارض. ف ويعني ايه، بلاش بقى ننفجر بقى، احنا سلمي لحد يعني بص صبرنا طويل قوي، بس احنا خير جنود الارض. فيا لعب في المنطقة، زهقتوا ديك، زهقتوا ابو اللي جابونا، تمام؟ والناس النايمة تفوق، فوقوا بقى واشتغلوا كده شوية عشان اللي بيحصل في المنطقة ده مش لذيذ، ماشي؟ فوق يالا وسيب الشيشة يالا، خرب بيت ابو كده، باقة النت بكام يالا والتليفون بكام يالا، ولا فوق يالا، سيب يالا ازازة الشيشة يالا، فوق كده معايا كده، وعاوزين يبقى لينا دور محلي ودولي وعالمي وكل حاجة. اللي يساعدنا نساعده وندعمه، حتى لو بكاميرا تليفون يعني كفاية. والدنيا وقفت في غزة والدنيا بقت احسن، وان شاء الله تبقى احسن في السودان، ومكملين لحد ما المنطقة تبقى مستقرة بدون تدخلات. وكفاية بقى بتوع الحرية، وكفاية بقى، مش عاوز بقى نغلط بقى ونقول كلام زفت. يلا طولت عليكم، ما ينفعش ما اقولش لحد ما اسمعها. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد.